بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض النجريسكو. أول حاجة معايا هنا نص كوباية لبن، ومعايا البهارات عبارة عن ملح، فلفل أسمر، عندي هنا شطة اختياري، عندي البهارات السبعة، عندي ملح وكزبرة، عندي هنا بابريكا، نص معلقة سكر. ولو لاحظتوا هتلاقوا انا بحط السكر في كل الاكلات. احنا عملنا النجريسكو قبل كده بس عملناه بالمكرونة السوسته، المرة دي هنعمله بالمكرونة الاسباجيتي. واول حاجة هعملها هحط البهارات على اللبن واقلبهم كويس، واحط معاهم معلقتين زيت. وبعدين حطيت البهارات على اللبن وقلبتهم كويس، وحطيت كمان معلقتين زيت. تمام. بعد كده هقلبهم كويس وانزل بصدور الفراخ، هقلبهم كويس. وهنا هنزل بصدور الفراخ، انا قلبتهم كويس، هنزل بصدور الفراخ برضو هقلبهم كويس في التتبيله، واسيبهم ساعتين في التلاجة. اقل حاجه ساعتين، عايزه تسيبيهم اكتر من ساعتين مفيش مشكله. تاني خطوه حطيت المكرونه في ميه بتغلي، معاها معلقه زيت ونص معلقه ملح، واسيبها تفور على النار. المره اللي فاتت عملنا مكرونه سوسته، المره دي هنعمل مكرونه اسباجيتي. ومعايا على النار طاسه بحط فيها زيت، واسيبه يسخن كويس قوي، واحط عليه الفراخ. معايا على النار حله صغيره فيها زيت وسمنه عشان نعمل البشاميل. ومعايا المكرونه بقلبها هي، ومعايا صدور الفراخ. وبعد كده هنزل الدقيق، بعد كده هنزل باللبن، واقلب كويس. حطيت معايا كمان زيتون شرايح، واقلبهم كويس.